خرجتوا الشعب كامل يسعى. المغاربه راه ما كيرضاوش ومفاوتين بعضياتهم غير بالصبر. هذه الحكومه ما عندهاش نيه الاصلاح مع الاسف. الحكومه اللي ما عندهاش نيه الاصلاح عليها ان ترحل. سبق لي قلتها وغنأكدها ان مع هذه الحكومه بلادنا كتعرف احتجاجات في مختلف القطاعات وعلى مستوى العمالات والاقاليم. حتى من المتقاعدين عواد تكرمهم الحكومه ويقضيو ما تبقى من اعمارهم مرتاحين، خرجتوهم يحتجوا وداروا تنسيقيه. ما بقى لكم الا الموتى، ما لقيتوا لهم جهد، اما حتى هما تفرضوا عليهم ضرائب سنويه على المقابر. هذه فلتات لكم. اليوم غير مقبول وغير معقول ان العديد من المتقاعدين موقفه معاشاتهم وما كيتخلصوش دون معرفه السبب. حرام متقاعد في ناحيته وساهم في بناء الاداره العموميه اليوم كيشد 300 درهم تقاعد، وإلا توفى كتبقى 150 درهم لذوي الحقوق. حكومتكم مع الاسف ما كتفهمش لغه الاشاره وكتساهم في زياده الاحتقان. في الوقت اللي كتبشحوا بانكم حكومه اجتماعيه كنلقاو البطاله ارتفعت بشكل غير مسبوق في صفوف الشباب سواء حاملي الشهادات او بدون شهادات، وزيد عليها نسبه التسول اللي غاديه وكتزاد. خرجتوا الشعب كامل يسعى. المغاربه راه ما كيرضاوش ومفاوتين بعضياتهم غير بالصبر ومطبقين المقوله ديال الفقر والشجاعه والتشبث بالكرامه وعزه النفس. بالله عليك، الناس خدامه في مؤسسات عموميه لازيد من 12 ساعه في اليوم وكتشد 1000 درهم في الشهر. عمال شركات الحراسه ديال الامن الخاص اللي كيخدموا في السبيطارات والمدارس والمؤسسات التعليميه، العيالات ديال الميناج كاينه اللي خدامه ب 600 درهم في الشهر. هادشي بلا تغطيه صحيه بلا تقاعد. فين هو السميك هنا؟ اليوم خاص الرقابه على الصفقات العموميه وشركات المناوله اللي كتربح هاد الصفقات وكتخلص هاد العمال باجور هزيله لا تحترم الحد الادنى من الاجر. وكيف يعقل واحد خدم في برنامج اوراش مؤقته 4 شهور وخدا السميك ودار لا سينيسيس، والعمال العرضيين وعمال الانعاش كيشدوا 1500 درهم في الجماعات الترابيه وما عندهم تغطيه صحيه، وكاين اللي دوز 30 عام في الانعاش وما عندوش تقاعد وكيتم الطرد ديالو بدون سند قانوني. كتحكموا عليه بالاعدام لان مراه عندها 50 عام ما عندها فين تمشي. ونتاسف لمحاوله الحكومه دمج كنوبس مع لا سينيسيس في ضرب لمكتسبات الطبقه العامله من موظفات وموظفي الاداره العموميه ببلادنا. هذه الحكومه ما عندهاش نيه الاصلاح مع الاسف، والحكومه اللي ما عندهاش نيه الاصلاح عليها ان ترحل. والشعب المغربي المظلوم اللي جوعتوه وقهرتوه اليوم يردد دعاء هنرد عليكم: اللهم أنت حسبي في من ظلمني، وأنت حسبي في من ذلني، وأنت حسبي في من آذاني وخذلني، وأنت حسبي في من قهرني، فحسبنا الله وكفى به وكيلا. فهنيئا لكم.